يوم 21 سبتمبر سنة 2012 جيل مار صاحبة ال 29 سنة خلصت شغلها وراحت مع زمايلها علشان يحتفلوا بعيد ميلاد واحدة صاحبتهم. خلصت الحفلة وسلمت على زمايلها قبل ما تروح بيتها اللي بيبعد 5 دقايق بس عن مكان الحفلة، ولكن دي هتكون آخر مرة جيل مار هتتشاف فيها. وخلينا أقول لك إن دي من أكتر القضايا اللي شغلت الرأي العام الأسترالي في الوقت ده. فحضر لي مشروبك اللذيذ او اكلك اللي بتحبه، وانا عارف ان انت حطيت اللايك القمر زيك علشان الفيديو والقناه يكبروا اكتر واكتر، وده كذلك الانستجرام لو لسه ما رحتش هناك. وبسم الله نبدا بكوهات جديده. شريك العزيز ازيك؟ نبدا بقى يا عزيزي من حيث ما انتهينا. جيل مار في نهاية الأسبوع بتخلص شغلها في إذاعة ABC، وهي من أشهر الإذاعات في استراليا، وبتاخد 2 من زمايلها في الشغل وبيروحوا في حانة في مدينة برونزويك اسمها برونزوي جرين، وطبعا زي ما قلت لكم علشان يحتفلوا بعيد ميلاد واحدة صاحبتهم. والكلام ده كان يوم الجمعة 21 سبتمبر من سنة 2012. قعدوا شوية في الحانة دي وبعد كده راحوا لحانة تانية اسمها اتيكيت، والحانة دي كانت قريبة جدا من بيت جيل مار، يعني حوالي 900 متر أو كيلو مثلا. وبمناسبة الشقة اللي ساكنة فيها وده اللي هذكره بعدين، إن جيل مار كانت متجوزة من شاب اسمه توم وعايشين مع بعض في الشقة دي. المهم بخصوص توم ده، جيل حاولت تكلمه في اليوم ده لو حابب يجي ويشاركها الاحتفال، ولكن ما كانش بيرد على الرسائل أو الاتصالات لأنه في الغالب كان نايم. فاستمرت جيل في الشرب مع أصحابها، ولكن الوقت عدى ووصلت الساعة 1:30، وده كان وقت إغلاق الحانة اللي كانوا موجودين فيها. فقرروا إنهم ينهوا الاحتفال ويروحوا. واحدة من زمايلها جالها صاحبها ومعاه تاكسي علشان يروحها، فعرضوا على جيل إن هم يروحوها البيت في طريقهم، لكنها شافت إن المسافة من الحانة للبيت قريبة جدا وإنها هتعرف تدبر أمورها. المهم وهي مروحة البيت عملت مكالمة سريعة واتصلت على أخوها تطمن عليه، ودي كانت آخر مكالمة تعملها لأي حد. وبعد كده كملت طريقها للبيت، وللعلم إن الطريق ده جيل مشيت فيه كتير جدا قبل كده، لكن المرة دي مش هتكون زي أي مرة. على حسب كلام جوزها توم إنه الساعة 4 الفجر صحي من النوم وملقاش جيل وصلت البيت. حاول اتصل عليها كذا مرة لكنها ما بتردش. حاول اتصل على زمايلها اللي كانت معاهم وبرضه كان ردهم انهم ما يعرفوش عنها اي حاجة. في الوقت ده خرج من البيت على طول وبدأ يمشي في الطريق اللي ما بين الحانة والشقة علشان طبعا يدور عليها، ولكنه ما لقاش ليها اي اثر. في الوقت ده ما كانش قدامه حل غير انه يتصل بالشرطة ويعرفهم اللي حصل. الشرطة لما عرفت التفاصيل حست ان الموضوع ما يطمنش، وبدأوا ياخدوا خطوات جادة في الموضوع. وفي نفس الوقت صحاب جيل في الشغل بدأوا يبذلوا جهدهم في انهم ينشروا خبر اختفائها في كل مكان. الشرطة بحثوا في المكان اللي جيل كانت موجودة فيه آخر مرة، ولكنهم ما لقوش أي أدلة، وفضل يحلف لهم إن هو ملهوش أي علاقة باختفائها. فسألوه طب أنت ليه ما خرجتش معاها هي وزمايلها؟ فقال لهم أنا كنت ناوي فعلا إن أنا أكون معاهم بس غصب عني نمت على الكنبة. فالمحققين ما اقتنعوش بالكلام ده، خصوصا إن في فرق 2 أو 3 ساعات ما بين اختفائها وما بين بلاغه، وكمان زي ما قلت لكم ان الفرق بين الحانة وما بين بيتها ما يكملش 5 دقايق. على كل حال الشرطة كان اول مشتبه فيه بالنسبة لهم هو توم جوزها، واستمر اختفائها وبحثهم لمدة 2 يوم. ولكن بعد اليومين دول واثناء بحثهم اكتشفوا حاجة مريبة جدا. لقوا الشنطة بتاعت جيل موجودة في شارع من الشوارع. طيب وايه المريب في كده يا عم المحقق كونان؟ المريب يا سيدي انهم بحثوا في كل مكان وتحديدا حتى في الشارع ده وما لقوش اي حاجة. المهم لقوا جوه الشنطة دي كل متعلقات جيل الشخصية وكذلك فلوسها، ولكن ما عدا الموبايل بتاعها. وهنا ده بيأكد ان اختطافها ما كانش بغرض السرقة، وكمان معنى كده ان الشنطة دي اتحطت في المكان ده بتعمد بعد الواقعة دي ما حصلت. المهم في ظل ما اكتشفوا الكلام ده توم جوزها كان بيتكلم مع الصحافة والإعلام وبيناشد الناس إنهم يساعدوهم واللي يكتشف أي حاجة يبلغهم بيها. ولكن برضو الشرطة كانوا شاكين جدا في توم ده إنه في حاجة وراه مريبة. وعلى ذكر توم خلينا قبل ما نخش في التفاصيل في القضية نتعرف شوية على جيل مار وشخصيتها وحياتها وكذلك عيلتها وكمان
جوزها توم المشتبه فيه. اتولدت جيل مار في 30 أكتوبر من سنة 1982 للأب جورج والأم إيديس، وكان ليها أخ تاني اسمه مايكل. اتولدت مع عائلتها المكونة من 4 أفراد في دولة أيرلندا. بعد كده جه والدها جورج شغلانة كويسة جدا في مدينة بيرث في استراليا، فسافروا ودخلت المدرسة وكبرت جيل هناك. ولكن في سنة 1996 ولما كان عمرها في الوقت ده حوالي 14 سنة رجعوا تاني لأيرلندا، وكملت تعليمها هناك من بداية المدرسة الثانوية مرورا بالجامعة، واتخرجت من الجامعة كمان بدرجة البكالوريوس في الآداب. وكانت من ضمن أحلامها وطموحاتها إنها تشتغل في المجال الإذاعي والميديا، وبالفعل أول ما اتخرجت اشتغلت في إذاعة وطنية في أيرلندا اسمها RTE. وفي المرحلة دي كمان كانت بتحب توم اللي هو جوزها دلوقتي. وعلى ذكر توم، هي وتوم اتعرفوا على بعض في الجامعة وكانوا زمايل لحد ما حبوا بعض. وفي سنة 2008 هي وتوم قرروا ان هم يتجوزوا. كل اللي حواليهم قالوا ان هم كانوا سعداء جدا مع بعض، وبعد الجواز قرروا ان هم يتنقلوا لاستراليا مرة تانية. وقبل انتقالهم ده كان والدين جيل اصلا انتقلوا لاستراليا وتحديدا في مدينة بيرث وسابوا أيرلندا خالص. ولكن جيل وتوم لما اتنقلوا لمدينة ميلبورن، ودي كانت بعيدة نسبيا عن مكان عيلتها، ولكن طبعا كانوا على اتصال دايم ببعض. وفي سنة 2009 جيل اتعينت في وظيفة جديدة وكان ضمن شغفها اللي بتحبه وهي الإذاعة، وكانت في إذاعة من أضخم الإذاعات في استراليا وهي إذاعة EBC. وكانت كمان في الوقت ده ماسكة منصب الإدارة، واللي كان معروف عن جيل إنها كانت محبوبة جدا جدا من كل اللي حواليها، وتوصفت إنها إنسانة ذكية جدا وطموحة ومصدر إلهام لأي حد موجود في حياتها. وغير كده كمان كانت خفيفة الظل جدا وضحوكة باستمرار. وكذلك المحيطين بيها قالوا إنها كانت راضية جدا عن حياتها، وظيفة بتحبها وصحاب كتير بيحبوها وزوج متجوزين بعض عن حب وكله عال العال. ولكن كل ده اتقلب رأس على عقب في شهر سبتمبر يوم الجمعة من سنة 2012، اليوم اللي اختفت فيه جيل مار بدون عودة. نرجع تاني لتحيات الشرطة ونبدأ من حيث ما انتهينا. الشرطة شك في توم، وبالنسبة لهم هو المشتبه الرئيسي فيه قدامهم، فبدأوا ياخدوا أول خطوة وهي إنهم يفحصوا السجلات المصرفية بتاعتها، يمكن تكون سحبت فلوس من أي مكان أو استخدمت مثلا الكريدت كارد بتاعها علشان تعمل معاملات في أي مكان، زي مثلا إنها تحجز في فندق وتبات فيه. من الآخر كانوا بيدوروا على أي حاجة ممكن تطمنهم، ولكن للأسف ما جابتش أي نتيجة. فبدأوا ياخدوا توجه جديد وهو إنهم يطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة للمحلات، والمحلات دي طبعا اللي في نفس الشارع اللي كانت مروحة منه جيل مار. وبالفعل ظهرت كاميرات المراقبة الخاصة ببوتيك بيبيع فساتين زفاف إن جيل مار عدت من جنب المحل ده، وكان في راجل جنبها لابس هودي سويت شيرت أزرق وبيحاول يتكلم معاها، وكان واضح عليها من خلال البادي لانجوج بتاعتها إنها ما كانتش مستريحة وبتحاول تبعد عنه. وللأسف ما كانش ظاهر للمحققين هل الشخص ده هو توم جوزها ولا لأ، فقرروا إنهم ياخدوا لقطات للشخص ده ويعرضوها للعامة، يمكن حد عنده أي معلومة. وبالفعل حد من الشهود تواصل مع الشرطة وقال إن أنا شفت الشخص ده بيجري ورا البنت دي في نفس اليوم ده بالليل. في نفس الوقت جالهم سجلات التليفون بتاع جيل، واتضح من خلال التتبع ده إنها حوالي الساعة 4:30 صباحا كانت على طريق سريع اسمه تولارا مارين. فقرروا إنهم يقارنوا مكان التليفون ده بمكان تليفون جوزها توم في نفس التوقيت، واللي اكتشفوه هو اللي غير مسار التحقيق 180 درجة. اتضح ان توم فعلا تليفونه كان موجود جوه الشقة زي ما قال، ومن خلال استجوابهم ليه وكذلك معاينة كل الأدلة اللي موجودة في البيت خرجوا توم تماما بره دايرة الشك. بس الفكرة بقى بما ان توم بره الموضوع وكذلك مش هو نفس الشخص اللي ظهر في كاميرات المراقبة، امال مين الشخص اللي جوه كاميرات المراقبة ده؟ الشرطة رجعت اللقطات اللي موجودة في كاميرات المراقبة علشان يحاولوا يطلعوا بأي خيط جديد، وبالفعل اتضح لهم ان قبل اللقطة اللي شافوها دي شافوا الراجل اللي لابس هودي ازرق عدى من قدام المحل قبل المشهد ده بحوالي 4 دقايق، وبعد كده رجع تاني
للاتجاه المعاكس. ولما رجع للاتجاه المعاكس ده شافوه في كاميرات تانية مختلفة وكذلك بزاوية مختلفة إن جيل كانت ماشية عادي زي ما انتوا شايفين كده، وجه وراها الراجل بيجري بالشكل ده. ولما لحقها كان قدام المتجر اللي شافوا فيه أول لقطة وهو بيحاول يتكلم معاها وهي مش مستريحة. القضية بدأ يبقى فيه اهتمام إعلامي وصحافي بيها كبير جدا، ومع انتشار القضية بدأت ستات كتير على السوشيال ميديا يكتبوا إن هم تعرضوا فعلا للمضايقات في المكان ده ومن شخص مشابه للي ظهر في كاميرات المراقبة. ومن خلال شهادات الستات دول الشرطة قدرت بالفعل إن هي تأكد هوية الراجل ده. ولكن اللي جاي بعد كده هو اللي هيصدمهم. لو تفتكروا إن أنا قلت لكم من شوية إنهم لما تتبعوا سجلات التليفون بتاعة جيل عرفوا إنها آخر مرة كانت الساعة 4:30 على طريق من الطرق السريعة. والطريق ده وانت ماشي عليه بيكون فيه أماكن لتحصيل الفلوس من أي حد معدي بعربية، وبتبقى اسمها التول بوينت، وعندنا في مصر بنقول عليها الكارتة. النقطة دي بيبقى فيها كاميرات بتاخد صور للعربيات اللي بتبقى معدية من تحتها زي الكاميرات بتاعة الرادار اللي على الطرق. فبما انها تواجدت في المكان ده في اخر توقيت كان تليفونها مفتوح فيه، بدأوا يشوفوا الصور اللي التقطتها كاميرات المراقبة. ولك ان تتخيل كمية المشقة والتعب اللي هيبذلوها في حاجة زي كده. لك ان تتخيل في كام عربية بتعدي كل لحظة والمطلوب منهم انهم يعاينوا تفاصيل كل عربية من دول. ولكن ده اللي عملوه فعليا، وبدأوا يفحصوا لوحات الارقام بتاعة العربيات اللي عدت في التوقيت ده، واكتشفوا عربية من ضمن العربيات دي كانت ملك الراجل اسمه أرنست أدريان بيلي، وكان عمره 42 سنة. وخلينا ناخد لفة سريعة كده في حياة الشخص ده ونشوف ليه تحديدا الراجل ده هو اللي اتشك فيه. اتولد أدريان يوم 14 يوليو من سنة 71 للأبوين أرنست وكريستين. وكان أدريان الأخ الأكبر ما بين إخواته الخمسة اللي كانوا 3 بنات وولدين. وحقيقة ما تذكرش في المصادر طريقة نشأته أو طريقة تعامل أهله معاه وهو صغير، ولكن اللي كان معروف عنه إنه كان بيحب كرة القدم جدا وما كانش له أصدقاء كتيرة ونوعا ما كان وحيد. وفي سنة 89 ولما بقى عنده 18 سنة اتجوز بنت وخلفوا طفلين. ولكن في نفس الفترة اللي اتجوز فيها دي كان أول تصادم ليه مع الشرطة، لأنه في الوقت ده اعتدى على بنت عندها 17 سنة، والبنت دي كانت صاحبة أخته. وبعد كده حاول إن هو يعتدي على بنتين تانيين أعمارهم 16 و17 سنة. والثلاث وقائع اعتداء دول حصلوا في ظرف كام شهر بس، واللي خلى الشرطة طبعا بدون تفكير تقبض عليه وتواجه بالاعتداءات دي، واتحكم عليه ب5 سنين سجن. ولكنه ما قضاش منهم غير 22 شهر بس لسبب لا يعلمه إلا الله. بعد ما خرج اشتغل في مطعم، وبعد شوية بقى الشيف المسؤول في المطعم ده عن قسم المعجنات. شفتها جلسيرة يا لطيف. المهم بعد سنتين من الكلام ده، أي في سنة 1995 انفصل عن مراته اللي اتجوزها وخدت منه الطفلين علشان يعيشوا معاها. فعلى طول وفي نفس السنة اتعرف على بنت تانية واتجوزوا وخلفوا طفلين برضه. المهم تعدي السنين وتيجي سنة 2002 ويدان أدريان للمرة التانية بمهاجمة واعتداء على 5 فتيات ليل في ظرف أقل من 6 شهور بس. ولما اتقبض عليه وتواجه بالكلام ده قال أنا غصب عني، أنا مش بمارس مع مراتي في البيت فبضطر اعمله بره. وقال كمان دول فتيات ليل يعني مالهمش اي لازمه في المجتمع، هي جت على قرمط يعني ووقفت. المهم اتحكم على المعلم ده بالسجن لمده 11 سنه، ومش هيكون متاح للافراج المشروط ليه غير بعد 8 سنين. وده بالظبط اللي حصل. وبعد ما قضى 8 سنين في السجن اطلقوا سراحه المشروط في مارس سنة 2010. وطبعا بمجرد ما خرج من السجن انتهى زواجه التاني، وفي سنة 2011 دخل علاقة جديدة مع بنت تانية وعاشوا مع بعض في شقة واحدة. الواد ده بيموفون من العلاقات قبل ما بيخش فيها أصلا. المهم المعلم ده بعد ما خرج من السجن وارتبط تاني حصل ما بينه وبين شاب في الشارع عنده 20 سنة مشادة بسيطة. المشادة البسيطة دي انتهت بأن هو خلى الشاب ده يفقد وعيه، وكذلك كسر له فكه كله. ونتيجة الهجوم ده اتقبض عليه تاني وبقى مدان ب3 شهور سجن. وأدريان شاف ان ال3 شهور دول كتير جدا، ده انا حيالله كسرت له فكه. فقدم طعن في الحكم ده، وبشكل مفاجئ وغريب جدا السلطات افرجوا عنه بكفالة مادية. وخلينا برضو نبدأ تاني من حيث ما انتهينا. أدريان طلع عنده تاريخ إجرامي اللهم صل على النبي يسد النفس، وده يمكن اللي خلى السلطات يشكوا فيه. أول ما عرفوا إن هو مشي طبعا في نفس الطريق
والتوقيت اللي مشيت فيه جيل مار بطلة قضيتنا النهاردة. وده طبعا اكتشفوه من الجي بي اس بتاع التليفون بتاعه. وحد هنا ممكن يقول لي طب وفيها ايه؟ ما يمكن صدفة انه عدى من نفس الطريق. كلام منطقي ويمكن يخش العقل، ولكن اكتشاف الشرطة ان ادريان معتدي سابق على النساء تحديدا خلى شكهم فيه يزيد اكتر، فضغطوا عليه في الاستجواب وحاولوا ان هم يطلعوا منه باي حاجة. ولكن ادريان كان مصمم ان هو ملهوش اي علاقة باللي حصل لجيل مار، وانه حتى مفيش اي علاقة ما بينه وما بينها، وكل اللي يعرفوا عنها من خلال وسائل الاعلام والسوشيال ميديا. ففي الوقت اللي كانوا بيستجوبوه فيه كان في مجموعة ضباط تانيين في البيت عنده بيفتشوا على اي ادلة ممكن تفيدهم. واثناء تفتيشهم لقوا حاجة مهمة جدا، لقوا سيم كارد او شريحة تليفون في جيب البنطلون بتاعه، والشريحة دي كانت شريحة جيل مار. ولما عملوا تعقب للشريحتين اكتشفوا انهم مشيوا في نفس الطريق سوا في نفس اليوم ده، ولكن تليفون ادريان هو بس اللي رجع تاني للمدينة. وده طبعا منطقي لان تليفون جيل مار اكيد اتقفل في المكان اللي اختفت فيه. ومش كده وبس، ده كمان لقوا الهودي الازرق اللي كان ظاهر في كاميرات المراقبة. وهنا كانت الشرطة متأكدة تمام التأكد ان ادريان هو اللي ورا اختفاء جيل مار، فبدأوا يكثفوا استجوابهم وضغطهم عليه اللي استمر لمدة 7 ساعات، وهو بكل بجاحة وكلاحة مصمم انه ما يعرفش اي حاجة. ولكن في النهاية ومع كمية الضغط دي وكذلك الأدلة اللي ظهروها له أقر انه فعلا هو اللي خطف وقتل جيل مار البالغة من العمر 29 سنة. وبدأ بقى ان هو يحكي لهم اللي عملوا فيها، واللي كان انه في اليوم ده كان متجمع مع 2 صحابه في الشغل وقاعدين بيشربوا وبيقضوا وقت لطيف، وبعد كده قابل صاحبته وكملوا السهرة سوا في بار. ولكن مع استمرارهم في الشرب بدأ يحصل ما بينهم جدال واتخانقوا، وبعديها سابها ومشي. وبعد ما مشي فضل يبعت لها في رسائل ويتصل عليها ولكنها ما ردتش عليه، وده اللي عصبه جدا. وفضل مقضي الليل كله في المشي في الشوارع وشرب الخمور. وفي طريقه وهو ماشي قابل مين بقى؟ بالظبط يا شريك العزيز، بطلة قضيتنا النهاردة جيل مار. وبيقول انا كنت بحاول افتح معاها كلام بكل لطف، وبيقول كذلك هي كانت متجاوبة معايا وبتتعامل معايا بكل لطافة، ولكن بعد كده بيقول اتحولت عليا ومش عاوزة تتكلم معايا ومشيت وسابتني، ودي حاجة زعلته جدا. فمسكها زقها في مكان مقطوع وبدأ ان هو يخنق فيها لحد ما ماتت. وبعد ما موتها سابها في المكان ده ورجع بيته وجاب مجرفة وعربيته ورجع لها تاني. وبعدين شال الجسد بتاعها حطه في صندوق العربية وراح في مكان معزول ودفن الجسد بتاعها. وبعد ما خلص دفنها خد العربية بتاعته لمغسلة السيارات وغسلها علشان يطمس أي أدلة. وبعدها بيومين خد العربية وبدل ال4 إطارات بتوعها بإطارات جديدة، على أساس طبعا إنه بيطمس أي آثار للإطارات القديمة. من الآخر حاول إن هو يخفي أي أدلة ممكن توقعه، لكنه في ظرف أقل من أسبوع اتقبض عليه ولبس التهمة. الخطوة اللي جاية بقى هي إنهم يستعيدوا الجسد بتاع جيل مار، وبالفعل خدوه المكان اللي دفن فيه الجثة بتاعتها. وساعتها خد شوية وقت على ما اتعرف على المكان اللي حط فيه الجسد، وقال المكان ساعتها كان ضلمة وما كنتش شايف أي حاجة، ولكن في النهاية قدر فعلا إنه يعرف مكان الجسد وطلعوه. والوضع اللي كان عليه الجسد كان للأسف الجزء السفلي من جيل مار عاري تماما. وبعد تشريح الجسد بتاعها اكتشفوا انه اعتدى عليها قبل ما يموتها، وده طبعا عكس اللي هو قاله لهم. طبعا الاكتشافات دي بعد ما اعلنوها للعامة كان في غضب شديد جدا من عامة الناس، ونزلوا الشوارع وعملوا احتجاجات وصل فيها اعداد الناس ل30,000 شخص. وكان سبب اعتراضهم هو تراخي السلطات في انهم يسيبوا مجرم زي ده مطلوق في الشوارع، برغم انه اتثبت عليه اكتر من مرة اعتداءاته الجسدية او حتى الجنسية. وده بالفعل اللي ادى ان يكون في صرامة وتركيز جدا من السلطات في حالة اصدار اي افراج مشروط او حتى تقليل مدة السجن للمجرمين. ودلوقتي جه اهم وقت في القضية كلها، وهي الحكم على ادريان بيلي. وادريان في الوقت ده قال اتمنى ان اقضي فترة طويلة جدا جوه السجن، ويا ريت لو حكم الاعدام كان لسه متاح، انا ما بقاش ليا اي حياة. وقال هو الانسان المفروض ان هو ياخد كم الفرص دي، ما كانش المفروض تسيبوني اصلا اخرج من الاول. والكلام ده جه بعد محاولات منه
لتبرئة نفسه، لكنها ما دخلتش أصلا على هيئة المحكمة. ووالدته قالت للصحفيين: أنا حذرت السلطات من سلوكيات ابني أكتر من مرة، لكنهم ما صدقونيش وطلقوه في الشوارع. وبناء عليه اتحكم على أدريان بيلي بالسجن لمدة 35 سنة. وبعد فترة من الحكم عليه اتواصل مع السلطات ستات كتيرة يبلغوا إنهم اتعرضوا للاعتداء من أدريان، وفي الوقت ده اتعمل له محاكمة تانية واتضاف له 18 سنة زيادة على ال 35 في قضايا الاغتصاب التانية، بإجمالي 53 سنة سجن. قال لك أنا مش بمارس في البيت فقلت اما أطلع أمارس في الشارع. غدا ألقاك. آخر حاجة بقى عاوز أقولها في إجمالي القضايا اللي أنا عملتها، العامل الأهم ما بينهم كلهم إن مفيش ضحية واحدة حقها ما جالهاش، حتى وإن كانت الضحية دي حياتها مش أحسن حاجة أو ماشية في طريق غلط أيا كان، هتلاقي إن حقها جالها والمجني عليه اتكشف حتى لو وقف على دماغه علشان يطمس أي أدلة. في الآخر بينسى أي حاجة وبيقع حتى ولو كانت بعد سنين، وده إن دل بيدل على إن ربنا بيرجع لكل واحد حقه مهما كان الوضع اللي هو فيه. فوعك تفتكر إن الظلم ممكن يعدي كده مرور الكرام، ولك أن تتخيل إن كل الذنوب ممكن تغفرها بينك وبين ربنا بدون أي وسيط، ولكن أصعب ذنوب ممكن تتغفر هي اللي مرتبطة بإنسان تاني. فأنا بقول لنفسي قبل ما بقول لك، مهما اختلفت مع حد زعقوا وتعصبوا وعبروا عن غضبكم مع بعض بالطريقة اللي تناسبكم، بس لو جالك الوقت والفرصة وحسيت إن أنت ممكن تأذي حد أو يبقى ليه حق عندك بأي شكل، كش وخاف وتراجع، لأن مش هيزعل في الآخر غيرك انت. وخليك دايما فاكر ان مهما كان عندك القدرة في أذية حد، فاوعى تنسى قدرة ربنا عليك. وربنا يبعدك ويبعدني يا شريك العزيز عن ظلم العباد. وبكده يا شريك العظيم تبقى انتهت بكهات النهارده. القضية دي لو ربنا ادانا العمر فالأكيد ان هي ان شاء الله هتنزل قبل عيد الأضحى. فلو وصلت للحظة دي من الفيديو يا شريك العزيز، فكل سنة وانت طيب وعيد أضحى وسعيد عليك، وان شاء الله عيدكم مغفرة ليك ولكل حبايبك. والناس اللي بتحج حج مبرور وذنب مغفور، ويعني ما تنسوناش من صالح الدعاء. والاكيد يا شريك العظيم ان شكرا على وقتك المهم جدا اللي سمحت لي يكون من نصيبي. ده الانستجرام بتاعي لو لسه حد ما راحش هناك. والاهم بقى من ده كله انك تخلي لي بالك من نفسك يا شريك القمر لحد ما اشوفك الاسبوع الجاي على خير. سلام.